بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة برنامج في الشبكة. وماذا بعد تتويج الأهلي بأفريقيا؟ هتقول لي يا عم أنت عملتها يا عم وقلت لنا محتاج صفقات. ماذا بعد الصفقات؟ هنرجع نحتفل تاني. ماذا بعد الاحتفال؟ لاعبين يريدوا الرحيل عن الأهلي. في عز ما الأهلي عاوز يبني ويبني ويبني، ده عاوز يمشي، ده عاوز يمشي، وتنهال العروض على الأهلي. والأهلي في موقف الصراحة مش سهل، وبالأخص الموضوع ده وبالاخص الاخ ورانا ده مزعلني شويه. قبل اي حاجه اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه، وكمان فعل علامه الجرس. طبعا انا مصور الحلقه دي قبل ما تنزل بكام يوم، فممكن لما تنزل يكون بقى الموقف كمل ما كملش، بس مش عارف. حمدي فتحي على اعتاب ان ينتقل الى الوكر القطري. فرصه حلوه وفلوس والدنيا مش عارف وايه، لا دي فرصه تزعل، فرصه تزعل جدا، وفرصه تزعلني وانا بتكلم بعيد عن فكره ايه يا عم عادي الاهلي ما يقفش على حد وما هنجيب غيره. الكلام ده كله مفهوم، بس عشان ايه مش كلام ضد اللي انا بقوله، بس واخده من زاويه تانية. يزعلني بان لما يكون احنا كمستوى كره قدم مصريه اللي يوصل عندنا للحد الاقصى، الحد الاقصى، ويكسر الدنيا وياخد افريقيا ومش عارف ويوصل للقمه، يبقى الطموح بتاعه بعديها الدوري القطري، واللي هو ايه قاعدين في قطر كده مع كامل احترام، يعني فروق فنيه رهيبه. اللي هو انت في مصر في الاهلي هنا كبرت عملت حققت، طب يلا فلوس نهايه وتعالى، يبقى هو الخطوه التاليه بدل ما يكون في خطوه اعلى او حتى تخليك زي ما انت. دي مزعلاني، حاسس ان هو ايه بعد كل ده يا حمدي يا فتحي تروح تلعب في قطر؟ يعني انا الصراحه لا اتمنى تتم الصفقه. يروح قطر يروح دوري مغمور ومحدش يتفرج عليه، ومستوى تنافسي قليل، ونواحي فنيه ضعيفه، وانا مش عارف حتى هذه اللحظه القصه اعاره او بيع، بس الاثنين بالنسبه لي الصراحه سيئين. اكيد اعاره احن شويه يعني لو فكره سنه، بس في كلام على بيع. بس الاثنين الصراحه بالنسبه لي ان يعني هو احنا اقصى طموحنا، يعني بنوصل لحد الاقصى بتاعنا، يبقى هم بمجرد فلوس تنهار اي حاجه. طب قولي مثلا هروح لدوري اعلى، مثلا روح دوري سعودي، دوري، فاقول لك تنافسي والدنيا بقت مش عارف ايه. فدي مزعلاني الصراحه. حد يقول لي يا عم حمدي فتحي 28 دخل في 29 سنه، روح فين؟ يخليه في الاهلي، يخليه. يعني هو الشو بتاع الاهلي والشكل والبطولات والحاجات دي كلها لوحدها مش جذابه، يعني ما تكفيش. وانا متفهم كلمه يامن مستقبله، ما عنديش مشكله برضه، كل واحد حر، انا لا يعني ما بحجرش عليه، كل واحد بيدير حياته بالطريقه اللي يحبها، ما بحددش مصير حد، بس انا واخدها من زاويه يعني ايه اشمل كده اللعيبه المصريه، العقليه المصريه. ما انت في الاهلي متامن برضه، يعني احنا بنتكلم يعني معلش، يعني لو هتخش لي قوي في الناحيه الاقتصاديه وعايز تزنقني قوي وتاخدني في الكورنر ده وتقعد كده هردها لك. ايوه انت متامن في الاهلي، بتاخد فلوس كتيره ما شاء الله، ما عندكش اي مشكله، مش هي العائق. بس انا وجهه نظر العائق شويه فكره العقليه. يعني عقليه تحس ان ايه عندنا ايه بنكتفي بسرعه، اللي هو ايه بقول لك ايه انا خدت افريقيا والدوري بتاع هوبا زي الفل، قفلت كره القدم، اروح لي بقى سنتين اظبط حالي وبعد كده مش عارف ايه. يعني فكره الاستمراريه عندنا مش يعني ايه مش موجوده بشكل كبير. فكره الطمع الفني مش موجوده بشكل كبير لسه يا حمدي، لسه. يعني مثلا لو فهمتني العرض مثلا بعد سنتين مثلا وعنده حاجه و30 سنه افهمه عادي. لو لاعب بعد ال 30 عدى و32 33 راح بره عادي جدا، يعني بشوفها عادي بقى خلاص. لكن في عز تألق حمدي فتحي يبقى يروح قطر ويخرج من الاهلي ومن الشكل بتاع الاهلي وتاثيره في الاهلي، انا الصراحه مش عارف يعني مش عارف الحل. ما اكيد مش هنقول هنعلي مثلا مرتبات في مصر اصلا اعلى من المستوى الاقتصادي لاي واحد ماشي في الشارع وللدوله نفسها يعني بشكل كبير. بس هي فكره بقى العقليه انك تشوف النواحي الفنيه فين، المستوى فين. شفنا لعيبه ده انا فرجاني لما ساب الزمالك راح قطر كنت زعلان هو راح قطر، يعني انا بحب فرجاني بشوفه حاجه فنيه عاليه. اللي هو انت رايح فين يا ابني؟ سايب الدنيا وسايب ورايح قطر وبتاع. اختفى في الاخر فرجاني، مستوى قل، تلعب طبعا بطوله تنافسيه ضعيفه، ما بقاش انضم كتير منتخب تونس. فاتمنى ما تتم الصفقه دي. طب هل الاهلي يتاثر؟ ما تقوليش بقى اصله مش اصله، ما فيش حد بيقف على حد، عارفين الكلام ده وحافظينه. يتاثر. حمدي فتحي قطعه مختلفه، مش معنى كانك مش عاوز تمانيات، لا ده انت عاوز رقم 8 وسط ملعب وخامه مختلفه عن حمدي فتحي وكل الكلام ده. بس حمدي فتحي فيه نقطه كده، هو بيقدم من كل حاجه حته،
حتى انا كنت دايما بعبر عن الجمله كده بقولها كتير الفترات الاخيره، هو الوحيد اللي بيشارك في جميع مراحل اللعب. تطلع بالكره من ورا تلاقي واحد واقف لك بيستلم الدفاع، قال لا. في وسط الملعب تلاقي عبد الفتحي نفس الهجمه بيستلم، قال لا. بيطلع في الهجوم تلاقي عبد الفتحي قاطع بين الباك والمدافع عشان يقطع قدام، تلعب بالكره عند حمدي فتحي داخل جوه ال 18، ترجع الكوره عليك هجمه تلاقي حمدي فتحي بيغطي مكان مدافعين، ما شاء الله. فهي دي الميزه، ان هو مش هو يعني كوسط ملعب طبعا الناحيه الدفاعيه بارز فيها جدا، بس بقيه النواحي هو ما عندوش ناحيه هو سوبر فيها، لا هو بيباصي كويس سوبر، ولا هو مهاري سوبر، ولا هو صانع العاب سوبر، ولا هو هداف سوبر، بس عنده من كل حاجه حته. فتلعب بيه بقى ناحيه دفاعيه، تحط مهاجم تاني في 4-4-2 كأن اشبه بهجوم وقائي، اللي هو انا بهاجم باثنين بس هو بيضغط وبيرجع يغطي من ورا وبيطلع، احتاجه شويه اغطي بيه ورا، احط رقم 8 واجري بيه قدام والعب كرات، يعني فاهم. هو فاهم متنوع، فانت هتجيب رقم 8 تمام بيهاجم ويمسك كرة وانت محتاجه جدا جدا جدا، بس هتظل الحته بتاعت حمدي فتحي اللي بيقدم ادوار كتيره، ده لاعب احس انه مهم جدا، او انا محتاج انه يكون معايا على الدكه. الاهلي هيتاثر لان بلاك نوعيه مختلفه. حمدي فتحي راجل بدا في حياته الدفاعي الصرف، ما عندوش فكره على الهجوم، ورقم 6 وكذا وكذا، اتطور من الناحيه الهجوميه بشكل كبير، يعني فرقت معاه خليته يقدم ادوار متنوعه، وبيقدر يركب على 2 في وسط الملعب وعلى 3 رقم 6 ورقم 8، وقدر يستخدمه مهاجم تاني في 4-4-2 في المباريات اللي بره. لا يعني فادالك تنوع فعلا مش موجود عند لاعيبه كتيره. طبعا كمان بيتزامن معاه فكره بقى حسين الشحات وجاي له عرض سعودي. طبعا السعوديه تمام، نتكلم حتى قبل الهوجه اللي بتحصل والتعاقد مع اللعيبه، مستوى دوري عالي، يعني اللاعب هيعلى معاك هناك، يعني شفنا احمد حجازي مستواه وطارق حامد وكذا وكذا. بس هي بقت هنا في ازمه عند الاهلي، لان الاهلي مش نادي اللي بياخد شويه بطولات وكده باع اللعيبه، ده الاهلي بيفكر في ال 12 دلوقتي. الجمهور بيطالب الناس بال 12 عشان يبقى خدوا 11 12 يعوضوا الكام سنه اللي ما خدوش قبل كده. والجمهور بدا يزن على فكره عايزين ناخد كاس عالم الانديه، ما احنا مش يعني احنا بنشارك كتير بس مش معقوله بعد بقى 10 سنين تلاقي مشاركين مثلا 30 مره، وال30 مره بنخرج من وناخد مرتين ثالث و19 مره مركز خامس سادس، بقى كتر المشاركه هيبقى رخم، احنا عايزين نفوز بالبطوله. فتتكلم عن طموح مختلف خالص عن المغريات اللي بتحصل. فحسين الشحات ده فرده تقيله قوي، حسين الشحات فرده تقيله قوي دلوقتي، رحيله صعب. ان تقول ممكن حسين الشحات يزن كمان وعاوز يرحل، فانت مش هتلاعب لعيبه غصب عنها وتمشي حمدي فتحي وهوبا ممكن ديانج يمشي وهوب، لا العمليه صعبه. ده الاهلي محتاج يبني بقى عوده. ده انا كنت بقول لسه في الحلقه الاهلي محتاج بدلاء الاجنحه، بدلاء اصلا الاجنحه الاساسيين، فانت بتكسر في الاساسيين. وبعدين عندك بيرستاود راجل اجنبي ممكن شرط يعيش طول العمر، ممكن تلاقي كمان سنه 2 يمشي مثلا. لا فالاهلي اعتقد ده هو اصلا محتاج يبني، فمحتاج يحوط شويه. طبعا انا اي احتراف اوروبي بقول للاهلي او الزمالك اي حد بالسلامه طلعه، ما تفكرش، ما فيش حاجه اسمها مصلحتك، دي وجهه نظري، والجمهور بيزعل ويقول لا حقه برضه. بس احتراف عربي لا، يعني بالنسبه لي مش فارقه، يعني سعوديه او قطر مش هتفرق كتير. فاتمنى ان يكونوا موجودين، اتمنى في الاهلي عشان مستوى الدوري. انا بحب اشوف لعيبه حلوه في الدوري، مش عاوز اللعيبه المميزه تمشي تطلع بره يبقى عندنا الدوري فاضي. ده هم كام لاعب بالعدد في اهلي والزمالك وبيراميدز وكام واحد من بره كده المميزين، فمش عاوزين نخسره. فاعتقد الاهلي في تحدي كبير، ان هو اصلا يعني امام مغريات هيكسب فلوس بس الاهلي برضه ما هو بيكسب من حاجات تانية وعاوز بطولات وكان عاوز يبني فرقه. فاعتقد الموقف مش سهل بالنسبه لكمان العروض اللي ممكن تيجي الفترات الجايه. ده ختام الكلام والدردشه السريعه. في الاخر السؤال ليك بقى، بس احكم لي كده بالمنطق والعقل، هل شايف الاهلي يبيع فين حمدي فتحي تمام، ولا الاهلي هيتاثر ولو جه كمان مع حسين الشحات بالمره ينفع، ولا الكلام ده ما ينفعش؟ اعمل لايك الفيديو واشترك في القناه، وقبل اي حاجه خلينا دايما في الشبكه.